السلام عليكم ورحمة الله. كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. واليوم بعد إن شاء الله رح أعمل معكم الجبنة البلدية أو الجبنة البيضة، وفي ناس بتقلها الجبنة السورية. بس قبل ما نشتغل بالوصفة حبايبي، بس بخلوني أوضح لكم فكرة عن الحليب اللي رح نشتغل فيه الجبنة البلدية. الحليب لازم يكون دسم، يعني مو خالي الدسم. اثنين، يكون حليب مزارع، مو مسحوبة خيره أو مو مسحوبة دسمته، مثل ما شايفين هيك دسم ما شاء الله. يعني مشان نقدر نطالع جبنة بطعمة كتير طيبة ودسمة وكمية كبيرة. وحتى لو في حليب بودرة أو حليب نص دسم أو ما فيه دسم، كمان بنقدر نسوي جبنة فيه، بس مو بطعمة الجبنة هايدي اللي بتكون جاي حليبها من المزارع، ولا بالكمية اللي حتكون كمان بالحليب اللي جاي من المزارع. يعني حليب كامل الدسم بدنا نشتغل في الجبنة البلدية. مبدئيا مثل ما شايفين جبنا طنجرة وسكبنا فيها الحليب على قد ما بنقدر، يعني أو تستوعب الطنجرة. أنا اليوم عندي 60 كيلو من الحليب. طبعا الكمية اللي بتناسبكم فيكم تجيبوها، ورح أعطيكم المعايير لكل كيلو حليب. وهلأ حنشغل تحت النار. بعد ما درنا الحليبات بالطنجرة وشغلنا تحتن النار، بنخلي النار تحتن تكون وسط، لا عالية ولا واطية. وبعد ما يدفى معنا الحليب، ما بدنا اياه يغلي ولا يسخن كتير. حنجرب مثل ما شايفين باصبعتنا، اذا تحملت الدفى بيكون جاهز لنشتغل فيه. ما بدنا اياه يغلي كتير. هلا بس يدفى معنا الحليب، حنضيف عليه المنفحة. هيدي المنفحة بيجي منها سائل، وبيجي منها راس، وبتيجي منها بودرة. لا، هلا رح لكم لكل معيار للحليب قديش رح نستخدم. وزي ما قلت لكم الحليب دافي، دافي يكون. رح نحط لكل 20 كيلو 4 معالق، 4 معالق طعام منفحة. طبعا هيدي المعايير للمنفحة السائلة، يعني كل 5 كيلو بنحط لهم معلقة طعام واحدة بس. وهلا بنطفي تحتهم النار بعد ما دفيوا معنا، ومنحركهم حركة بسيطة واحدة بس، بس تدور المنفحة بقلب الحليب. ومنشيل ايدنا عنهم ومنشيل المعلقة، وكمان حنغطيها. نشوفوا بلشت تتكون الجبنة معي وتتشكل من أول ما نحط المنفحة. هلأ بنغطيهم وبنتركهم شغلة ساعة، نص ساعة، ساعتين، لتاني يوم عادي. هو بتبلش، يعني هي الجبنة بتبلش تتشكل من بعد نص ساعة من لما نسكب المنفحة بقلبهم. وبرجع بذكركن معلقة طعام واحدة من المنفحة لكل 5 كيلو حليب. وهلأ بعد ما مضى نص ساعة من الوقت وبرد معي الحليب. طبعا أنا دفيت كل الحليب، يعني خليته يدفع على النار. 60 كيلو كلهم مع بعض، وهدول اللي بسطولة طبعا كلهم حليب. آه، يعني دفيتهم وحطيت المنفعة بقلبهم، تركتهم نص ساعة. وبعد نص ساعة هلأ بنفتح الغطا مثل ما شايفين، بنشوف ما شاء الله الدسامة. هذا الصفار على فكرة لأنه الحليب دسم جدا. شايفين ما شاء الله تشكلت معي الجبنة بعد نص ساعة من سكبانة للمنفحة. هلا هيك بلشت تتشكل معي الجبنة، أو تشكلت بالأحرى. بتصير مثل ما شايفين كتل كبيرة متماسكة، والمصل بصير لحاله. ورغم هيك بعده ما شاء الله دسمة، والمصل دسم. المصل يعني مية الحليب. حنشوف باقي الكمية من الحليب كيف تشكلت كمان وصارت جاهزة معي. تقريبا بلشت كمان تتشكل الجبنة. طبعا كمية قلت لكم أنا 60 كيلو من الحليب، انتو فيكن تشتغلوا بالكمية اللي بتناسبكن. هيك الكمية صارت جاهزة معي. وهلأ مباشرة بجيب مصفاية، وعاء غميقة، وكمان مثل هيك تشط بتقولوا له، بنحط المصفاية فوقه. وبعدين بنجيب شقفة قماش تكون نظيفة وفاتحة. فيكن كمان تشتغلوا بالإشاربات أو الحجابات بس تكون فاتحة. وهلا بنبلش نطالع من المصل أو من مصل الحليب الجبنة القطع المتشكلة معنا هاي. طبعا هي مبدئيا
عم تتشكل الجبنة، بس لسه ما تشكلت للحد النهائي يعني. هلا بنصير نطالع من مصل الحليب القطع الكبيرة بمصفاية ناعمة ودقيقة تكون يعني مثل اللي شايفينها هاي اللي عم طالع منها. شايفين ما شاء الله قطع الحليب كيف متكونة؟ يعني حنقول حيطلع معنا جبنة كتير دسمة وكتير زاكية. ونشوف باقي الكمية ونطالع الجبنة أو القطع من كل مصل الحليب أو 60 كيلو من الحليب. وهلا هيك طلعنا كتل الجبنة من المصل. طبعا المصل اللي شايفينه هاد بالطنجرة ما حنكبه، رح نشتغل فيه شي تاني، فيديو تاني بيبقى بنزل لكم اياه لحال. هلا بعد ما اخدنا كل الكمية بالقطعة الشاشية او القطعة القماش اللي شايفينها هيدي، هلا بدي رح أعمل شكلين من الجبنة البيضة أو الجبنة البلدية. الشكل الأول بدي أحط فيه حبة البركة أو الحبة السوداء زي ما بتسموها. طبعا الكمية اللي بتناسبكم انتو على أذواقكم، ولكن أنا هيدي الكمية جدا مناسبة وبحبها تكون ظاهرة حبة البركة فيها. بنحركن تتوزع حبة البركة منيح فيهم، وبقلبهم يعني شوي كمان تتوزع من تحت ومن فوق، يعني المهم تتوزع حبة البركة ويكون شكلها يعني مرتب وحلو وموزعة. يعني بتعطينا طعمة حبة البركة، وبتعطينا نكهة كتير زاكية وكمان مفيدة. هلا بحركهم هيك شوي، وهلا رح سكر قطعة القماش بهالشكل هيك وخليهم بقلب الجاط. فيكم تنقلوهم على مصفاية. هلا بشيل المصل اللي يضل وبرجع الشاشية زي ما شفتوا أو قطعة القماش، وبفردهم هيك فرفدهم تاخدوا شكل قالب مربع. ما بنصح أنا بمصفاية فيها فتحات لأنه رح ترتسم على قفا الجبنة بس تتشكل معنا أو قفا قرص الجبنة. فبينصح بشي أملس وهو يكون طشط مثل هيك يعني كله متساوي الأطراف. ورح نفرد الجبنة مثل ما شايفين حبايب قلبي، ونعطيها شكل مربع أو مشان تعطيني شكل متناسق وحلو. بعدين رح جيب طشت تاني بنفس الحجم حجم الأول واضغطها فيها هيك، وبعدين بقلبهم على تمهم الاتنين مع بعض وبتقلهم بمي بطنجرة معباية مي بأي وزن عندكن يكون تقيل. طبعا أنا تقلتهم، هذا مصل الحليب مش الحليب بعده طبعا دسم عندي. تقلتهم فيهم ووعى تحتهم أكبر، يعني وعى كبيرة تا يتصفوا عليها أو ينزل المصل كله. وهلا حنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة ونفس الخطوات اللي اتبعناها بالأولى، بس الفرق بيناتهم إن هنيك أنا عملت جبنة بلدية أو بيضة بحبة البركة، هون رح أعملها جبنة بيضة بدون ما أضيف عليها أي شي، لأنه هيدي بستخدمها للحلويات، يعني بتكون معي بيضة مو مضاف عليها شي. هلا مثل ما شايفين نفرد القماشة منيح، وبنفس الطريقة رح اجيب وعاء تانية واضغطها بنفس الحجم ونفس الطريقة. رح اضغطها واقلبها كمان. هلا بضغطها وبقلبها على تمها، ورح اتركهم ليلة كاملة عليهم تتقيلة ويتصفوا وينزل منهم المصل لتاني يوم. بهالشكل اللي شايفينه هاد رح يضل متقل عليهم لتاني يوم. تاني يوم بعد ما مضي عليهم ليلة كاملة حنكشف عليهم ونشوف قالب الجبنة ما شاء الله مثل ما شايفين متماسك وقوامه كتير حلو وشكله كمان يعني كتير حلو، واخد قالب بدون رسمات وطوابع وتعريجات. طبعا هيدا اللي كنت عم قلكن عليه، لازم تكون يكون السطح أملس. شوف القالب التاني كمان اللي ضغطناه بوعة دائرية أو طشت دائري كمان ما شاء الله مثل ما شايفين متشكل ومتماسك منيح، واسم الله قالب واحد. بنشيل هلا الزوايد، وهيك صار عندي نوعين أو صنفين من الجبنة بقوام كتير حلو ومتماسك، ويمكن يطلع يعني كطعمة وكشكل أحسن من الجاهز. على القليلة مضمون منزلي متساوى بحليب كامل الدسم وبخطوات سهلة
طالعنا شكلين أو صنفين من الجبنة. طبعا هي أذواق، فيكن تعملوها انتو سادة بيضة وفيكن تضيفوا حبة البركة. هيدي خطوة اختيارية. ما شاء الله القوالب كتير ناجحة معي، وحبيت يعني أعطيكم إياها بطريقة يعني ما يكون فيها صعوبة ومختصرة. هلأ رح ناخد الشكلين أو الصنفين اللي طلعوا معنا ورح نقطعهم، والتقطيع طبعا اختياري، ولكن أنا رح أقطعهم بالقطع المتعودين عليها واللي بحبها. حبيت أقطعها قدامكم ونشوف من قلبها كيف حتكون وكيف الجبنة لازم يكون قوامها. مثل ما شايفين ما شاء الله قرص كامل كأنه يعني جاهز، مضغوط متماسك قوام، وعن جد الدسامة ريحتها كتير قوية كانت. هيدي البيضة. وهلأ رح نشوف كمان قوام، رح أقطع قدامكم قوام الجبنة بحبة البركة. طبعا التقطيع اختياري، ولكن أنا عم أقطعها قدامكم تا نشوف قوام كل صنف عملناه كيف بيكون. بسم الله ما شاء الله، شايفين كمان متماسكة وممتازة وناجحة معنا، وزي ما قلت لكم بخطوات عن جد سهلة كتير بتاخدوا قوام وجبنة كتير كتير طيبة. طبعا حبايبي هيدي من إلا هلأ بعدها جبنة خضرة. لو بدنا نخليها منى للسنة كلها أو كبيس يعني رح نغليها أو نسويها بمي وملح أو نحطها بمطربانات، أو في منه بنحطها بالفريزة. طبعا هيدا فيديو منفصل إن شاء الله بسنر لكم إياها وبقلكن على خطواتها كيف بتكون للمونة. شايفين ما شاء الله مضغوطة قالب واحد. وهلا حبايب قلبي جهزوا معنا القالبين الجبنة بهالشكل الحلو هاد ما شاء الله، والحمد لله على نعم رب العالمين. وهلا على التقديم مباشرة. قلت لكم إن شاء الله لو بدكم إياها للمونة من السنة للسنة إن شاء الله بعملها فيديو منفصل عن هاد عشان ما يطول عليكم ويطول عليكم الفيديو أكتر من هيك، وسامحوني على طول الفيديو. ما شاء الله القطعة كتير بتشهي وكتير متناسقة، وعلى التقديم مباشرة بهالشكل اللي شايفينه هاد حبايب قلبي. هيدي جبنة بيضة وجبنة بحبة البركة، عملناها بطريقة بظن كتير سهلة وبسطتها عليكم، ما بدها كتير تعقيد. اتبعوا الخطوات هيدي سهلة كتير، رح تاخدوا نتيجة يمكن مثل هيك أو أحسن من هيك. عملتها بشكلين بيضة وبحبة البركة تستفاد منها بكل الأكلات. وهيدي كمان طريقة تقديم للفطور لو حبيتوا بهالطريقة هيدي. يعني فيكن تشكلوا بالتقديم، تشكلوا بالأكلات، تحطوها بوصفاتكن. يعني هي كتير أنا بشتغل فيها للجبنة، بشتغل فيها بالأكلات يعني بتلزمني، فحبيت لكم وبالمختصر شلون بعملها. هيدي الوصفة أو الجبنة البلدية أو البيضة أو السورية كل واحد بسميها شكل. طبعا كتير انطلبت مني وأنا كتير اتأخرت فيها على الناس اللي طلبوها مني. سبب التأخير إنه ما في عنا كان حليب دسم متوفر أو مزارع تنقدر نأمن منه الحليب الدسم اللي بنقدر نشتغل فيه الجبنة على أصولها. ولما توفر عنا أو عندي نزلت لكم الوصفة. بعتذر عن كل مين تأخرت عنه بطلب هالوصفة، وعلى قائمتهم حبيبة قلبي فاطمة، وكمان بتشكر اللي أمن لي المنفحة. كمان عنا شوي صعوبة بالمنفحة وبالحليب كان صراحة، الحمد لله هلا كله تأمن. وكمان بحب لكم هيدي وصفتي، بتمنى تعجبكم وتجربوها وتقدموها بالشكل اللي بيناسبكم، وأكيد إذا جربتوها يعني رح تطلع إن شاء الله أحسن مني.
ولايك وشير وسبسكرايب إن عجبتكن الوصفة، وبأمان الله ودعواتكن، وبشوفكن إن شاء الله بفيديو جديد.